5 خطوات تخليك او تخليكي شباب على طول. ليه هقول ال5 خطوات؟ عشان حضرتك وحضرتك بقيتوا تعجزوا بدري قوي قوي، هتعجزونا معاكم. يعني بقى واحدة عندها 35 سنة بتعمل بوتوكس، أي والله العظيم 35 سنة بتعمل بوتوكس. مامتي الله يرحمها ماتت 72 سنة بشرتها في منتهى الجمال. تعالوا علشان تستفيدوا. أول خطوة عندنا عمرها ما بتخيب، بتفضلي شباب وبتفضلي صحتك كويسة، وانت بتفضل صحتك كويسة بحاجة مهمة جدا سهلة جدا بس محدش بيعملها، ان حضرتك وحضرتك تناموا بدري وتصحوا بدري. بفتي انا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ده طبيعة الكون كما خلقها ربنا سبحانه وتعالى. بيقول ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. مين اللي عمل كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. وجعلنا، كلمة وجعلنا دي كلمة كبيرة، يعني ده النظام اللي ربنا خلقه، ده الكون. ما شفتش في حياتي حد بينام بدري ويصحى بدري يوميا، يصحى ينام بعد صلاة العشاء بشوية ويصحى قبل صلاة الفجر إلا لما كانت صحته رهيبة. والله اللي هعدهم على صوابعي أنا اللي شفتهم بيعملوا كده عاشوا ما شاء الله. العمر بإيد ربنا وكل حاجة كلنا عارفين، بس هو برضو ربنا خلق الكون إنه مسببات، تعمل 1 2 3 يحصل لك 1 2 3. تاني خطوة ان حضرتك وحضرتك تهتموا بالتغذية، تهتموا بالاكل. طبعا هؤلاء الشباب الجمال اللي صرفنا عليهم دم قلبنا علشان يكونوا متعلمين وناصحين اكتر مننا، بيتريقوا علينا. ماما بتقول الاندومي وحش، ماما بتقول الجانك فود وحش، هي هطلب ماك، هشرب بيبسي، اعمل معرفش ايه. ده بره بيسموه جانك فود. كلمة جانك في حد ذاتها شتيمة للفود أصلا. ف يعني فوقوا وكلوا صح. احنا الناس اللي ما تصرفش علينا ربعكم في التعليم، وما كانش حد بيقول لنا الرولز قد ما بنقولها لكم، وعندكم انترنت وعندكم كل الحاجات اللي تقول لكم حقيقة ما نقول. انا شفت عن الاندومي ده بلاوي سودا من اماكن علمية، مش من ام محمد ولا من ام حسين، من اماكن علمية. شفت بلاوي، شفت عن البيبسي ده ان هو بيجيب بلاوي سودا، من اهمها هشاشة العظام، ومن اهمها حاجات كتير. تحت عينيكوا بقى اسود بدري جدا 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 والله العظيم، 20 30. ال40 بقى خلاص، دول بقى يروحوا خلاص يعني يتصرفوا في نفسهم. مش كده يا جماعة؟ عيب 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 يعني. اهتم بالاكل، بالفاكهه، بالبروتين، بالتغذيه. تالت حاجه انا مش فاهمه الحقيقه السر والشياكه والاناقه اللي بقت عليها البنات الايام دي والولاد، انهم يمسكوا ايكوس او البتاعه اللي هي معرفش اسمها ايه التانية دي، برضو بتتشرب وبتطلع دخان كتير قوي كده. ايه حبيبي، انت مش شيك خالص، انت مش شيك على فكره. اي حد واي حد ان شاء الله يا رب يكون بيعمل ايه، يعني بصرف النظر ان انا مش عايزه اقلل يعني من اي وظيفه، اقل وظيفه واعلى وظيفه بيعملوا كده. فانت ليه فاكره نفسك ان انت جامده جدا؟ اي حد بيعمل اي شغلانه بلاقيه ماسك الايكوس، وبلاقيه ماسك البتاع اللي انا مش عارفه اسمها، اللي بتطلع دخان كتير قوي، بتجيب كانسر. انا اللي بقول؟ منال اللي بتقول؟ لا حضرتك روحي ادرسي وشوفي وتعلمي، وانت شوف وتعلم، بتجيب كانسر. وحضرتك تبقى يا حرام مش لاقيين مصاريف العيال، يا حرام مش معانا فلوس، مش عارفه ايه وايه، وبيشحتوا، ولازم البتاع دي في بقنا. انا الصراحه لما بلاقي حد محتاج وبيشرب سجاير او بيشرب الحاجات دي ما بحبش اديله. ما انت بدل يعني اتليست بتصرف 5-10 آلاف جنيه في الشهر في الحركات دي، يعني ليه اصرف فلوس في حاجه تجيب لي كانسر قلب وكانسر وما تعرفش هتصيبك فين وهتجيلك فين. كلام وحش بس حقيقة. رابع حاجة الرياضة دي تحفة وجميلة جدا وفيها سر سبحان الله.
يعني ابسطها المشي. لو انت او انتي ما عندكش وقت، ما عندكش قدره، ما عندكش اي حاجه انك تروح جيم، ابسط حاجه المشي. المشي ده سبحان الله علاج لكل مرض. قول اي مرض كده في الدنيا علاجه المشي، سبحان الله. يعني الرياضة مهمة جدا جدا جدا، وانتوا شباب لسه وصغيرين امشوا امشوا. مش انا بروح مع بنتي هايبر ولا اي مكان زي كده تمشي خطوتين وتقعد خلاص مش عايزة تكمل. فيعني ما تخليناش احنا شكلنا وحش. ومن اهم العوامل اللي تخليكي ما تعجزيش هي رقم 5، وهي المديتيشن. المديتيشن هو التأمل، هو انك تصفي ذهنك وتصفي قلبك. طب يعني ايه يعني المديتيشن ده؟ هقعد كده ابص في السماء فاصغر؟ والله تصدقوا، لان من شروط المديتيشن، من شروط التأمل انك تصفي ذهنك. وعشان تصفي ذهنك معناها ما تبقاش متوتر، والتوتر هو اهم اسباب العجز والتجاعيد وكل حاجة وحشة والامراض وكل حاجة. ومن اهم شروط المديتيشن انك تصفي قلبك، انك ما يبقاش عندك غل من دي او من دي او من دي. ما فيش حد في الدنيا يستاهل تكرهه، ما فيش حد في الدنيا، لان الكره طاقة، الكره طاقة ومجهود واحنا مش ناقصين طاقة. فدي طاقة سلبية، مشوها. مش لازم نكره حد، اللي نكرهه نبعده عننا، ما يبقاش في حياتنا اصلا، ما نقعدش نفكر فيه، ما نقعدش نتوتر بيه. ومن اهم لحظات المديتيشن الجميلة هي الصلاة. الصلاة لما بيكون فيها خشوع وبتنادي لربنا سبحانه وتعالى وبتتحاور مع ربنا وبتقف واقف كده في الصلاة، ان قدامك ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليك وانت بتكلمه وبتشتكي له وقاعد معاه جلسة صفاء. فدي من اهم لحظات المديتيشن لو فيها خشوع. ما عندكيش مكان جميل، ما عندكيش فيو جميلة، ضلمي الأوضة وافتحي شموع واوعي تتحرقي. اعملي اي حاجة علشان ترجعي شباب، واعمل اي حاجة عشان ترجع شباب، عشان ما تعجزوش بدري وتقرفونا.